حياكم الله متابعينا الكرام واهلا وسهلا بكم. احنا اليوم في منطقة عصمت باشا وجاي نصور واحدة من الشقق الرائعة في هذه المنطقة. الشقة طبعا قريبة على الشارع الرئيسي، هذا هو الشارع الرئيسي امامنا، امامك مطعم مباشرة، يعني مباشرة امام او مقابل الشقة مطعم، والشقة طبعا بنائها جديد ما متجاوز الحدود ال6 سنوات او 7 سنوات. متابعينا الكرام خلينا نجي ندخل للداخل ونشوف كل تفاصيلها. طبعا عندنا هنا الجراج هذا تبع المجمع اللي خاص بالشقة. متابعينا الكرام بعد ما دخلنا للعمارة، طبعا العمارة تحتوي على مصعد الشقة بالطابق الثاني، اطلالة امامية الشقة، مثل ما ذكرت قبل شوية انه الشقة بنائها ما متجاوز ال8 سنوات، يعني ممكن يكون ما بين ال5 إلى 8. متابعينا الكرام خلينا نصعد للشقة، ابقوا ويانا وحياكم الله. حياكم الله متابعينا الكرام واهلا وسهلا بكم من جديد. هو هذا مدخل الشقه. متابعينا الكرام اول ما ندخل الجميل بالشقه انه انت تروح مباشره على الصالون، يعني غرف النوم اغلبها تكون او غرفه النوم الرئيسيه تكون معزوله عن الشقه. فاول ما نجي متابعينا الكرام خلينا نشوف الصاله. الصاله متابعينا مساحتها لا باس بها، جيده جدا، بالاضافه الى انه هي تحتوي على اضويه السبوت لايت في الاعلى، وتحتوي ايضا على بالكون جانبي. الجميل بالبالكون يكون اطلالته اماميه اطلاله جانبيه، والجميل ايضا بهذه الشقه انه اطلالتها مفتوحه، ماكو اي شخص يسد عليك الاطلاله، وهذا هو الشارع الرئيسي. يعني لو حبيت انت تروح، هاي السيارات شفناها قبل شوي احنا، السياره عبرت، لو حبيت تروح للمركز منها تاخذ السياره وتروح المركز بمده ما تتجاوز يمكن حتى ال5 دقائق الى 8 دقائق انت بمركز مدينه يلوى. وبالاساس هي هذه المنطقه منطقه عصمت باشا تعتبر من ضمن المركز. مثل ما جاي لاحظ متابعينا الكرام الاطلالات مفتوحه من كل اتجاه، الاتجاه سواء الجانبي او الاتجاه الامامي اللي يكون امامنا هذا هو مطعم، فهذا المطعم ما راح يغلق الاطلاله نهائيا. نتوجه الى باقي تفاصيل الشقه متابعينا الكرام. طبعا احنا شفنا هسه الصالون، شفنا المدخل. اول ما دخلنا نتوجه الى اول غرفه من غرف النوم اللي موجوده بهذه الشقه. الغرفه مساحتها لا باس بها، تتسع سريرين، بالاضافه الى انه تقدر تخلي دولاب، او هم مخلين دولاب لشخص يعني، او باب واحد هنا في هذا الاتجاه. وايضا المساحه جيده جدا، لا باس بها كغرفه، غرفه نوم او شقتي او شقه بها غرفتين نوم، وهذه غرفه تكون الصغيره هي ممكن تعتبر غرفه الاطفال. متابعينا الكرام نتوجه الى المطبخ. المطبخ مساحته رائعه، والجميل به انه متكامل من حيث الطباخ، وايضا الدولاب اللي موجود داخله متكامل. بناء جديد ما يحتاج شرح كثير على البناء الجديد لكون كل شيء به جديد ومميز طبعا. بالاضافه الى انه المطبخ يحتوي على بالكون، البالكون مغلف تغليف جام، وايضا اطلالته مفتوحه، يعني انت ايضا تقدر تستغل هذا البالكون بانك تفلش هذا الحائط وتفتح المطبخ على البالكون، فيكون مساحه المطبخ اكثر واسع. وبداخل البالكون طبعا راح يكون الكومبي اللي انت تحتاجه للتدفئه. متابعينا الكرام نتوجه الى باقي التفاصيل. بقى عندنا الحمام وغرفه نوم رئيسيه وتواليت. طبعا هذا التواليت مستخدمينه مخزن موجود، لكنه هو تواليت شرقي داخل هذه الشقه. بالاضافه الى بقى عندنا الحمام الرئيسي يكون امامنا. هذا هو متابعينا الكرام الحمام الرئيسي. الحمام مساحته لا باس بها، شاور بوكس موجود بداخله، سيفون، بالاضافه الى المغسله موجوده، وايضا مكان للغساله. المساحه رائعه جدا، ماكو اي مشكله، يعني انت الحمام تقدر تستخدمه حتى تخلي به دولاب بداخله. لو احنا جبنا الكاميرا خلينا نشوف هذه الجهه، دولاب تخلي بداخله جنب هذا الشاور بوكس، فراح يكون بصوره راهيه وبصوره واسعه، ماكو اي مشكله به. نجي ندخل الى غرفة النوم الرئيسية. صراحة غرفة النوم الرئيسية غرفة واسعة جدا وجميل. جميل بها اول شيء انه هي اطلالتها امامية، وايضا المساحة مالتها الكبيرة او مساحتها الكبيرة تعطي شراحة للغرفة كاملة. يعني مساحة الغرفة ما شاء الله، احنا لو نشوفها جزء ممكن نقول عليها مساحة الصالون في بعض الشقق اللي ندخلها. طبعا مخلين بها سرير شخصين بالاضافه الى سرير شخص، وايضا دولاب، وبكلهن براحه الموجودات، وبالاضافه الى انه مخلين جلسات داخل هذه الغرفه. متابعينا الكرام هذه كل تفاصيل الشقه من الداخل. شفناها غرفتين وصاله، مساحتها لا باس بها، بالاضافه الى انه هي اطلاله اماميه والشمس تستمتع بها على طول النهار. يعني شقه مشمسه في مركز مدينه يلو، باستطاعتك ان تاخذ عليها اقامه عقاريه، يعني كل مواصفات متوفره بها. بالاضافه الى السعر راح نشوفه بنهايه الفيديو، ابقوا يعني.